بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد وحلقة جديدة من قناة محمد الحمراوي لصيانة الأجهزة المنزلية. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتعلم حاجة جديدة في الغسالات الزانوسي العبد. الغسالة اللي قدام حضراتكم دي فاصلة باور خالص يا جماعة. فالنهاردة ان شاء الله بإذن الله هنحدد مع حضراتكم العطل من ايه، وعلم حضراتكم ازاي تكتشفوا ان المشكلة في اللوك ولا في حاجة تانية. طبعا احنا زي ما حضراتكم شايفين كده خلعين اللوك من مكانه خالص، وانا بقفل اللوك بايدي زي ما يكون الباب قافل بالظبط، وبنجرب ولكن مفيش اي استجابة من الغسالة خالص، ولا بتدينا اي يعني فاصلة باور زي ما حضراتكم شايفين كده. ده طبعا بيبقى عطل مزعج عند صاحب الجهاز، ويقول لك الغسالة مش بتشتغل، وطبعا دماغه بتوديه في حتة تانية خالص. يقول لك التايمر باظ، بيقول لك الموتور اتحرق، بيقول لك حاجات كتير جدا. ولكن النهاردة ان شاء الله بإذن الله ده شكل اللوك طبعا، ودي شكل الأطراف بتاعته. ده بيكون 3 طرف زي ما حضراتكم شايفين، طرفين ازرق في ترميلة، وطرف ازرق لوحده وطرف اسود في النص. طبعا اللوك ده مترقم برضو عليه ارقام يا جماعة، لان طبعا اللوك ال3 طرف بيبقى احيانا NLC او احيانا بيبقى ارقام. فالنهاردة ان شاء الله بإذن الله هعلم حضراتكم لو حبينا نعمل قفلة على اللوك ده علشان نشوف المشكلة من اللوك ولا من ايه حاجة تانية، او من التايمر، او طبعا احنا بنلجأ ان احنا نجرب اللوك كده زي ما حضراتكم شايفين. بنوصل الطرفين اللي على الجنب مع بعض، اللي هم اكبر طرفين، اللي هو الطرف 3 و2، بنوصلهم مع بعض. لو الغسالة اشتغلت زي ما حضراتكم شايفين كده هيبقى المشكلة في اللوك. لو ما اشتغلتش الغسالة هنبتدي طبعا ان احنا نفحص الكابل اللي داخل، او نبتدي نفحص الضفيرة ونشوف لو فيها قطع ولا حاجة. ده فيديو قصير كده يعني بشرح لحضراتكم فيه ازاي ان احنا نوصل للعطل لو الغسالة اللي قدام حضراتكم دي كده فاصلة باور. ولكن احنا في البداية طبعا ان احنا بنحاول الاول نشوف في كهرباء واصلة، او الفيشة اللي داخلة للغسالة موصلة كهرباء ولا لا، بنفك تيست كده، او ببنز امبير او افو. وبعد كده نبتدي ان احنا نفحص اللوك زي ما قلت لحضراتكم كده. ودي الطريقة بيقول لحضراتكم ان احنا نوصل الطرفين اللي على الجوانب مع بعض. ودي كانت حلقتنا النهاردة، ارجو ان هي تكون خفيفة على قلوب حضراتكم وتكون نالت اعجابكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.